السلام عليكم. نتشرف بيك. علي صابر، محصرة عجيبة. اهلا بيك من مطروح. ايوه مرسى مطروح. حلو قوي. الله يسلمك. قول لنا بقى نعرف ازاي زيت الزيتون التمام اللي مش تمام. انت عندك الرف في السوبر ماركت مليان بلاوي. زيت الزيتون طبعا في ناس بيقولوا ده هتخلي الزيت بالثلاجة يتجمد، مش متجمد. دي يعني مش هقول لي صح او غلط، لكن هي الف به ناس مش عارفه زيت زيتون. لا، زيت زيتون المفروض ان انا اخذ زيت زيتون واشرب منه، اخذ منه معلقه بعد البلع ب3 ثواني او 5 ثواني يكون في شحطه في الزور. بعد كده بلاقي برضو عرق مراره. أيوة. بس العرق المراره مش في الزور، بتبان في اللسان. ايوه. وتكون مراره خفيفه. اما المراره الثقيله دي تكون عيب. اوكي. طبعا سببها ورقه زيتون مش زيتون. اما مرارة الزيتون مراره حميده، مرض مضاد حيوي، ده بيقولوا عليه برا بيقولوا عليه مضاد حيوي. فاذا وجدت المراره وشحطه اللي في الزور، انت كده في البكر ممتاز. حلو جدا. هذه ببساطه كيف نعرف زيت الزيتون. والمفروض ان الحموضه تبقى اقل من 8% او 8%. بكر ممتاز لها مواصفات قياسيه. المواصفه القياسيه الدوليه بتقول اقل من 8 من 10. 8 من 10. بكر ممتاز. المواصفه القياسيه المصريه بتقول اقل من 1. الفرق ما بينهم 2 من 10. ايوه. في الاخير سواء اقل من 1 او اقل من 8 من 10 تلاقي الشحطه اللي في الزور بالنسبه للحرقان. ايوه. والعرق المراره البسيط. اوكي. ايوه. طيب اكتر من كده بيبقى اصلا يعني فوائده بتختلف عن طبعا زيت الزيتون بيفقد جزء من خصائصه او كده. لا زيت الزيتون ايه ده كحموضه. كحموضه طبعا ده يعني بيبقى ماليش عمر. الزيت يزنخ بدري، لو حموضته عاليه يزنخ بدري. اوكي. ولو انا طبخت فيه وكان البروكسايد فيه عالي هيبوظ الاكل. اوكي. يعني الاكل هيكون مخزز. دي ايوه بالعاميه يعني. ايوه. هيكون مخزز. ايوه. البروكسايد ده طبعا نتيجه ان يا اما الزيتونه نشفت اتعصرت وهي ناشفه، يا اما الزيت مش متخزن كويس، تعرض للشمس، تعرض للضوء. هذه كلها مؤثرات في زيت الزيتون. عشان كده بيتحفظ في معدن. طبعا افضل شيء انك انت تحفظه في عبوه صفيح. اوكي. الصفيح ده يكون غذائي، عدم تفاعل من الداخل. الصفيح كاتم ضوء. الصفيح يحافظ على الزيت 2 2 بفضل الله عز وجل، بخواص حسيه بجميع خواصه. بيحافظ على حموضه بتكون محافظ عليها بدرجه الحموضه، لان كاتم ضوء وعدم تفاعل. او الازازه اللي هي بتبقى غامقه دي. الحاجه الثانيه اللي بعديها يكون ازاز غامق. ايوه. بس ازاز الغامق عيبه حاجه واحده، هو بيحجب الضوء. ايوه. لكنه بيتكسر. ايوه. لكن الصفيحه كاتم ضوء وفي التداول احسن قابل للكسر. ولو حضرتك مسافر بره، اغلب الناس اللي عايز يسافر بره ياخد التنكه او الصفيحه. ايوه. بيطلع بيها في الطيار، مسموح بيها في الطيران. ايوه. لكن الازاز طبعا لا ممنوع. اوكي. أيوة. انتوا عندكم شحن اونلاين او كده ولا انت في مطروح جميع بس؟ المحافظات. وارقامنا موجوده على العبوات لو حضرتك تشوفها. حلو جدا. طيب احنا عندنا في لتر ونص لتر. في لتر وفي نص لتر. بكام بقى ده وبكام ده؟ حاليا احنا بمناسبه المهرجان 360. اوكي. احنا برضو بنشحن من مطروح بنفس سعر المحصره. ايوه. يعني احنا بنبيع في المحصره ب 360. حلو جدا. حلو جدا. ما بنزودش على حد ان هو في القاهره او في اسوان او في اسكندريه. ما بنزود. بتتحمل انت لا هو بيتحمل الشحن. ايوه. لكن السعر واحد. دي كانه جاي لحد المحصره. حلو وبياخد نفس السعر. حلو جدا. هذه هي. اوكي. تشرفت بيك. الله يسلمك. ناخد واحد بقى احنا واحد لتر. الله يبارك لك.